في كل شركة في إدارة كده تحس إنها قاعدة في غرفة مقفولة معاها مفاتيح ملفاتك وتاريخك الوظيفي كله. الإدارة دي هي البيرسونيل، أو كما تعرف بين الموظفين قسم أنا ملياش دعوة بس كل حاجة عندي. ملفك الشخصي، وده بيبقى البداية الرسمية. أول يوم ليك في الشغل بيستقبلوك وهما بيقولوا لك نفس الجملة: هات البطاقة وشهادة الميلاد، عايزة شهادة خبرة وشهادة الجيش وشهادة المؤهل، وشهادة الإعدادية والابتدائية ويا ريت لو في حاجة، وصور شخصية وشهادة حسن سير وسلوك، تحليل دم، صايم وفاطر، ولو معاك شهادة تطعيم الحصبة يبقى كتر خيرك. وشهادة الأطفال والسولية. تحس ان هما بيقدموا لك على هجرة مش تعيين، وتفضل تقول في نفسك: مش انا اللي جاي اشتغل عندكم ولا انتوا اللي جايين تشتغلوا عندي؟ الاجازات، اللائحة المقدسة. نيجي لأعظم سؤال بتسأله في الشركة: وانا ممكن اقدم على اجازة؟ يبتسم البيرسونيل ابتسامة الواثق ويرد عليك: طب اجازة اعتيادية ولا عارضة؟ انت عندك رصيد كفاية؟ تقول له عندي. فيقلب الملفات ويطلع ورقة ويفاجئك: طبقا للائحة رصيدك نقص يوم بسبب تأخيرك 3 دقايق الاسبوع اللي فات. 3 دقايق. وهنا نروح للتأخير والخصومات. قال على رأي المثل: القانون لا يحمي المتعسرين. البيرسونيل هو الحكم والجلاد. لما تيجي متأخر، اتأخرت 10 دقايق صح؟ ده نص يوم. طب اتأخرت نص ساعة، كده يوم كامل. كامل بالجبنة. مش بس خصومات، ده هنضيف ملاحظة كمان في ملفك. نيجي بقى لعذاب الموظفين. طلب الخطاب الرسمي. تيجي تطلب منهم HR letter، يقول لك هات طلب مكتوب امضي من مديرك، لازم من عند رؤية، ومدير مديرك، وتجيب لي صحة توقيع من الأستاذ فاروق في العاشر، والHR، إيصال تبرع، صورتين بطاقة، وصل نور، وصل غاز، اللي تقدر تجيبه جيبه. وبعد كده تيجي ب3 أيام نرد عليك. وبعد كده ترد عليا. 3 أيام عشان خطاب، هي تأشيرة. الخروج المبكر، ممنوع اللمس. تحاول تروح بدري ساعتين عشان عندك ظرف طارئ. شفتني. يقول لك الخروج المبكر محتاج موافقة مكتوبة. ادي امضتي كمان واحد. الخلاصة: إدارة البيرسونيل هي حارس التاريخ والأرشيف الوظيفي، ورغم إنهم ناس طيبين بس شغالين بمبدأ كل حاجة مكتوبة وكل حاجة في ملف، ومفيش هزار في اللائحة. وأحب أقول لك في النهاية: لو ضاع منك يوم أجازة أو اتأخرت 3 دقايق، اللائحة فوق الجميع، والبيرسونيل هم قضاة المحكمة، والحكم نافذ ولا يجوز الاستئناف. ما هو محدش بياكلها بالساهل.